اصعب اختبار بالدنيا انك تشوف اخوك الظالمك محتاجك وانت تظل حاير بين تفزع إله لو تركه. هذا اللي راح نشوفه في الحلقة التاسعة من ذكرتني. حياكم الله، انا مسلم الجبوري وهاي حقيقة سينمائية. قبل لا نبلش الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة حتى تشوف فيديوهات هواي. وهاي المرة مع مراجعة الحلقة التاسعة من ذكرتني واللي كانت بعنوان اختبار. خلونا لا يطول الكلام نقسم الحلقة إلى 3 أقسام. القسم الأول من الحلقة وهو خط الحلقة العام اللي يبدي مع قصة أخو مختلف مع أخوته بمشكلة كبيرة وانفصل عنهم أكثر من 20 سنة، فراح نشوف هذول الأخوة اللي انفصل عنهم كيف ربوا أولادهم وبناتهم على حب أهل البيت وعلموهم بتعاليمهم. فراح نشوفهم يحيون أجواء محرم ببيوتهم مثل الطبخ والعزاء وكأنه ناظرين أنفسهم لهاي القضية. وفي يوم من الأيام واللي هو يوم التاسع من محرم واللي هي يوم الحجة، والأقصد بالحجة هي ليلة الوداع اللي تسبق العاشر من محرم. فراح نشوف في هذا اليوم كيف الأخوة يمرون باختبار كبير واللي على أثره راح تبين معادن الأخوة الحقيقية. ونروح للقسم الثاني من الحلقة واللي هي لبة المشكلة الحقيقية اللي راح تصير في بيت أخوهم الكبير. فيجيهم شخص كبير بالعمر يدق الباب عليهم ويقول لهم عمكم هجموا عليه هواي ناس وفشخوا، تعالوا طلعوا إليه. ومن هاي المشكلة انطلقت شرارة كبيرة بين هاي العائلة واللي على أثرها راح تصير مشاجرة قوية بين الأخوة وبين أولاد العم، كلها من أجل الفزع على عمهم. لكن عمهم غسان منعهم من الروحة، والسبب كان يذكرهم شنو عمهم كان يسوي بيهم وشلون أكل حلالهم وفلش بيوتهم، وكان راعي لكل المشاكل اللي تصير ببيتهم. فيقولهم عوفوا، أنا أخوه ما راح أفزع لأنتم ما لكم علاقة بي. ونروح للقسم الثالث والأخير من الحلقة واللي هي لبة الصراع الحقيقي اللي راح يصير بين العم غسان وبين أولاد أخوه اللي يردون ينتفضون لعمهم. وبنفس الوقت غسان يمنعهم ويقولهم اللي يطلع من هذا البيت أضربه طلقة وأكتله. فتشتد المصيبة إلى أن يقرر واحد من أولاد أخو غسان التصدي للموضوع وكسر كلمة عمه ويروح يفزع لعمه اللي ضربوه. أما اللي ما فهم المشهد الأخير من الحلقة اللي هو مشهد غسان من وقع بين نارين، لو يقتل ابن أخوه لو ياخذ ريموت التلفزيون ويعلي مقتل الإمام الحسين، فاختار يعلي صوت التلفزيون. بلك الأخوة الموجودين بالبيت يلتهون بالمقتل وينسون المصيبة، لكن المقتل شعل نار كبيرة بغسان وخلاه أخيرا يتخذ القرار من بعد سماع مقطع من مقتل الإمام العباس وكلام الإمام الحسين اللي يقول بي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. فراح تشوفون غسان بمشهد بطولي رهيب يفزع لأخوه وينسى كل شي سواه بيهم. ووجهة نظري للحلقة التاسعة كانت جميلة جدا من حيث الفكرة، لكن بها سلبيات، منها سلبية تنفيذ العمل والإطالة في بعض المشاهد مثل مشهد المقدمة اللي استغرق أكثر من 5 دقائق كلها حتى يقول هذول يطبخون ثواب لأهل البيت، كان المفروض ينفذ بدقيقة واحدة كلش كافية. وأيضا الواقعية المفرطة وعدم تنظيم بعض الممثلين وراح تلقاهم الكل يحكي بدون سبب، وعدم التركيز على شخص واحد حتى نفهم أكثر عن هاي المشكلة. وملخص هاي المراجعة، الحلقة التاسعة حلقة جيدة جدا وأنصحك تترك كل شي بيدك وتروح تشوفها الآن. وتقييمي للحلقة التاسعة من مسلسل ذكرتني 7 من 10. بالاخير اذا شفت هاي الحلقه اكتب لي رايك جوا بالتعليقات، ولا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناه حتى تشوف مسلسلات هواي.